انا اول حاجه بطلبها الصيام. انا ما بعرفش اصوم صيام كامل زي بتاع ربنا اللي امر بيه. يبقى ما تاكلش غير عندك جوع، مش هتشرب غير وانت عطشان. يبقى سبحان الله، صوموا تصحوا. وهو الراجل ده بيقول احيانا كلام منطقي جدا، بس هو ليه حاجات برضو غريبه. خلينا نكمل. كلام ماشي مع الطبيعه البشريه. المبدا رقم اتنين، ممنوع يدخل جسمك اي كيميكالز خالص، اي عقار او دواء او مكمل غذائي او مسكن او خافض حراره، ممنوع. الحاجه الوحيده اللي ممكن اسمح بيها الدهانات، حاجه على ركبتك اتعورت، لكن دواء يتحط في البق ممنوع نهائي. ثلاثه بقى، يعني احنا كلنا مهريين ادويه، فهي دي حاجه حلوه، بس انا مش دكتور، مش هعرف افتي. يعني هسيب لكم التعليقات مفتوحه، ممكن تقولوا لي. خلينا والله، هو الراجل ده يعني بس ليه تصريحات غريبه. خلينا نكمل. الاكل والشرب. بتجيب التوست ده تاكل معاه جبنه جوده او جبنه فلامنك، لكن الرومي لا. ممكن تاكل معاه بطاطس محمره عليها ملح بس، ممنوع تحط عليها فلفل، او مهروسه بحته زبده، او مهروسه بزيت الذره. عصير معلبات، العنب، الكريز، الجوافه، التوت. بس ما تقوليش هجيب فريش واعصر واضرب في الخلاط، ممنوع. حاجه يا جماعه، انا كل الحاجات اللي هو قالها دي بحبها، بس نص الحاجات دي انا اعرف ان هي ممنوعه. يعني البطاطس دي نشويات غلط علينا، انا مش دكتور، انا ما اعرفش، بس اوكي، انا باكل كل الاكل. أنا باكل اي حاجه. هو الراجل ده الحاجه الوحيده اللي قال ان الانسان بياكل كل حاجه، هو ده انا. دي تنطبق، انا باكل اي حاجه، اي حاجه بتتاكل انا باكلها. يلا نكمل. تتكرر يوميا صبح وليل. العسل النحل، ممكن العسل الاسود، النوتيلا تتكرر صبح وليل وظهر وعصر وكل الاوقات. والشوكولاتات في عموم الحال، ممكن تاكل مربى توت او مربى. ادينا رحنا بقى الحته اللي هي بتجنني انا شخصيا. يعني النوتيلا والشوكولاتات دي ما اعرفش، ما انا مش دكتور. انا اكيد مش همشي على الحاجات دي. النوتيلا غاليه اصلا، يعني اللي هو كلها صبح وليل وضهر. انا باكل اي حاجه بس مش كده. يعني تعال نكمل. الراجل ده شكله بيقول كلام زي الفل، الله يرحمه. تعال نكمل. عنب او مربى كريز او مربى تين او مربى بلح. انت ليك في اليوم 15 معلقه سكر لو عايز تنشط جسمك. او رحنا بقى لحته السكر، 15 معلقه سكر. يعني انا ما اعرفش، انا عارف ان السكر غلط. يعني انا مش فاهم، يعني هو ليه تصريحات غريبه بجد. يعني السكر انا عارف ان هو ضار. هو دلوقتي بقى ليا 15 معلقه، يعني كويسين، حلو. انا كده كده ما بحبش السكر اصلا. يلا نكمل. بسرعه، ليك بحد اقصى في اليوم تمره لثلاث تمرات. الرز الابيض المصري معمول بزيت الذره يا سمنه جاموسي، وجنبه طبق سمك مشوي او مقلي من غير دقيق، يعني حته سمك بس بسمك بحر. ما تاكلش بولتي وبوري والحاجات دي، لا. طب انا ممكن احط عليه في البيت اضافات يا باشا، احط عليه خل او زيت ذره بس، لكن ما تحطش عليه ليمون نهائي. نوع البروتين التاني اللي مسموح عندي في النظام الحمام، ويتعمل بالملح وبالسمنه او بالزيت، ايهما برضه موجود. تعمل منه شوربه، والشوربه تعمل بيها رز، موافق. الوحيد اللي مسموح في الطيور الحمام، لانه ما بياكلش غير الحبوب بس. طب بالنسبه للحمه، وساعتها بقى هتبقى اللحمه الضاني او البتلو لو لقيت. طب يا دكتور ضياء، بره النظام ده في حاجه ممكن اضيفها؟ لو بتحب مثلا ان انت العنب كفاكهه اللي هو الاحمر بس، والكريز برضه ممكن، بس مش كل يوم. دول ما ينفعوش كل يوم اصلا. او التين، لكن جوافه، فراوله، برتقال، مش الكلام ده كله، لا 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 طبعا ممنوع. حاجه تانية ممكن تاكلها الزيتون الاسود او الاخضر لو الماركه نظيفه، بس مش كل يوم برضه. الميه تخش جسمك على قد القليل، اقل القليل. والله المستعان على ما يصفون. سلام عليكم. ممكن بقى حضرتك اللي تقول لي، يعني ايه رايك في الكلام ده؟ يعني انا مش عارف بصراحه، يعني رايك في الكلام ده. الراجل ده كلامه مقنع. انا بالنسبه لي 40% من كلامه مقنع، ال 60% كلام اي كلام بالنسبه لي. انا مش دكتور، بس يعني بيجي بيقول لك كل اللي اسمهم كريم دول مش رجاله. يعني يا عم ازاي؟ ما تاكلش الفرخه، كل شحتها. كلام غريب كده يعني، بس هو 40% من كلامه مقنع. بعيدا بقى عن حاله الوفاه بتاعته الغامضه الغريبه. الراجل ده مات بطريقه غريبه، مات صغير حاجه و40 سنه. ويشاء العليم ان الراجل ده يطلع ترند بعد ما مات. يا جماعه، هو في حاجه غلط، هو في حاجه غلط، في حاجه في الموضوع ده كله غلط. يعني يا ريت اللي فاهم يقول لي في تعليق. شكرا، الله يرحمه.